الفنان ماجد الكدواني في بودكاست طلع فيه في الفترة الأخيرة كده قريب، فبيحكي موقف حصل معاه لما كان بيصور فيلم الرهينة زمان مع الفنان أحمد عز. والفيلم ده كلنا يعني عارفينه وعارفين ان هو كان فعلا دمه خفيف جدا في الفيلم ده. فهو كان بيقول ان انا المخرجة كانت طالبة مني ساندرا نشأت ان انا يكون شعري لونه مختلف، فخليته على لون اورنج كده، قالت هو ده اللون اللي انا عايزاه، بحيث ان هو يعني يكون لايق مع الشخصية. فبيقول وانا بصور الفيلم في اوكرانيا حصل موقف معايا في مصر، فاضطريت ان انا كان لازم ان انا انزل مصر وبعد كده ارجع تاني اكمل التصوير. فبيقول وانا نازل في المطار بدي الباسبور بتاعي للضابط، فلقيته بص كده على الصورة اللي في الباسبور وصورتي وشكلي، فلقيته راح قال لا استنى كده، انت هتستنى معانا شويه، وراح خد الباسبور ودخل جوه. فانا مش فاهم فيه، وبيقول الطياره خلاص كان فاضل لها تلت ساعه وتطلع، فمش عارف هو خد الباسبور ليه. ففهمت بعد كده ان السبب اللي خد عشانه الباسبور هو ان شكلي او صورتي مختلفه عن شكلي بعد ما صبغت شعري، فشك فيا ان انا يعني مش نفس الشخص او كده. فده كان بيقول من المواقف الطريفة اللي حصلت معايا بسبب فيلم الرهينة.